السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. وصفتنا لليوم هي لي تارتولات درتهم بذوق الشيكولا باه تحتفظوا بهم لشهر رمضان. إن شاء الله نصوموا بالصحة والهنا. واحد العجينة بزاف بنينة ومقرمشة ويبقاو مقرمشين بمقادير مضبوطة، ودرت لكم طريقة الاحتفاظ بهم. تبعوا معايا الفيديو للأخير باه تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. في غيسيبيون حطيت 125 غرام تاع الزبدة تكون طرية، وحبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، ورشة ملح. نخلطهم مليح بيدي كما راكو تشوفوا بهذه الطريقة. ودروك بعد ما خلطتهم مليح كما راكو تشوفوا، دروك نضيف 50 غرام نشاء اللي هي مايزينا، و50 غرام سكر كلاصي ولافاني. لافاني هنا تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، لانه رانا رايحين نديروا الكاكاو، بصح انا درتها. نغربلهم مليح كما راكو تشوفوا. بعد ما غربلت هذوك المكونات تاوعي، نبدا نخلط فيهم مليح حتى يتجانسوا هذوك المكونات وتولي لنا كيما الكريمه كيما راكو تشوفوا. ودروك عندي 240 غرام تاع الفارينه اللي نبدا نضيف فيها غير بالعقل، وندير 10 غرام تاع الكاكاو، ومن الاحسن يكون من هذا البني، وملعقه صغيره خميره حلويات. نغربلهم مليح ونبدا نضيف في الفارينه غير بالعقل. ودروك نبدا نلم فيها مليح غير بالاصابع تاع يدي بهذه الطريقه. نعاود لكم الوصفه. درت 125 غرام زبده، حبه بيض، رشه ملح، 50 غرام نشاء اللي هي مايزينا، ودرت 50 غرام سكر كلاصي، و240 غرام فرينه، و10 غرام كاكاو بني، وملعقه صغيره خميره حلويات. وهنا اذا كنتوا حابين لاباط تاعكم تكون بذوق الفاني ماشي بذوق الشيكولا، نفس المقادير واللي درناها كاكاو ديروها فرينه، يعني الفرينه 250 غرام. بعد ما لميتها نديرها في بابي فيلم ونخليها تريح مدة 10 دقائق في الفريجيدار. بعد ما ريحت العجينة راح نبدأ نشكل فيها على شكل كريات. وزن الوحدة فيهم 28 غرام. نشكل قاع هذيك العجينة تاعي على شكل كريات، وزن الوحدة فيهم 28 غرام كما قلت لكم. هنا بعد ما كملت قاع تشكيلته هذيك العجينة تاعي على شكل كريات، وزن الوحدة فيهم 28 غرام. دروك نبدا نشكل فيهم هكا في لي مول التاوعي. اي مول تقدروا ديروا فيه، كبير ولا صغير، ولا ديروا في لي مول اللي درت فيهم انا. ما ديروا فيهم لا فرينه ولا زبده، بيسك العجينه فيها الزبده ما راحش يلصقوا معاكم. نكملوا نشكلوهم بنفس الطريقه، نشكلوا القاعده كما راكم تشوفوا. من بعد نبداو نشكلوا في الجوانب، نسقموهم مليح في هذوك لي مول تاوعنا بيجينا شكل شباب ومسقم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. دروك نبدا نسقم في هذوك الجوانب غير بالاصابع تاع يدي كما راكم تشوفوا. هكا نسقموا لهم كاع الشكل باه يجونا على حبة وحدة ويجونا مسقمين. بعد ما كملنا التشكيل تاعهم، دروك ثقبوهم بالفرشيطه هكا باه من بعد ما يطلعوا لكمش من الفوق، وبلا ما ديروهم يبردوا ما راحش يهبطوا لكم في لي كوتي ولا يطلعوا لكم. نديروهم في فرن اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجه. بعد ما كملتهم كاع جاوني 18 حبه. عسوهم برك لان العجينه البنيه ما تعرفوش طيابها. كي تسيبوهم نشفوا سي بون، ما تخلوهمش يبسوا بزاف. شوفوا كيفاه طابوا لنا، جاو روعه. هذه العجينه ما تستغناوش عليها، يجوكم مقرمشين وبزاف بنان ويقعدوا مده طويله مقرمشين. دروك نهضروا على طريقه الاحتفاظ بهم للشهر الفضيل. تصنعوهم دروك باه تنقصوا على رواحكم الخدمه في رمضان. ديروهم في دي بواط تاع بلاستيك في الفريجيدار، يقعدوا حتى ل10 ايام، وفي الكونجيلاتور راح تخلوهم مده اطول.
إن شاء الله وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.